هو ليه محدش خد باله ومحدش سأل نفسه سؤال مهم جدا؟ هي ليه إسرائيل استخدمت في ضربها لقطر أسلوب تقليدي جدا وأسلوب عسكري من خلال ضرب بالطيارات والصواريخ علشان تغتال مجموعة من قيادات حماس 3 4 أو 5 أفراد؟ ليه استخدمت أسلوب مفضوح وعسكري بينما كان ممكن جدا إنها ترسل مجموعة من العملاء ينفذوا نفس النتيجة في اغتيال القادة حماس دول بكل سهولة، وما كانش يحصل البروباجندا الكبيرة جدا اللي حصلت بعد الضربة دي؟ خصوصا إنه إسرائيل لها تاريخ كبير جدا في مجال الاغتيالات من خلال عملاء في كل حتة في العالم. ده إذا ما كانش الهدف من توجيه الضربة دي مش اغتيال قادة حماس، وإنما هو هدف تاني خالص. وتفكيري برضو وتخيلي وداني ناحية إنه الهدف ده ممكن يكون مش هدف إسرائيل أصلا، وإنما هو هدف أمريكا. لأنه التسريبات اللي طلعت بعد الضربة دي واللي الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي إنه أمريكا كانت أحد المخططين أو كانت هي المخطط الرئيسي للضربة الإسرائيلية اللي حصلت على قطر. دونالد ترامب هو اللي اشترط انه قادة حماس يعملوا الاجتماع ده بالذات في مكان خاص ومش في فندق عام. دونالد ترامب اللي طلع طيارات امريكية وانجليزية بعد الضربة دي علشان تزود الطائرات الاسرائيلية بالوقود بعد تنفيذ الضربة عشان يرجعوا اسرائيل مرة اخرى. معنى كده انه دونالد ترامب هو صاحب الليلة، دونالد ترامب هو صاحب الهدف الاساسي من توجيه الضربة دي. هتقولوا لي طب دونالد ترامب هدفه ايه من توجيه ضربة زي كده؟ انا هقول لكم. محدش يقدر ينكر ان دونالد ترامب عنده افكار استعمارية، وبيفكر بفكر رجل العقارات اللي بيسيطر على الاراضي وينتج منها ثروات، سواء تفكيره في كندا في بداية عهده او ولايته، وتفكيره في جزيرة جرينلاند واستعمارها، وتفكيره في فنزويلا وارساله قطع بحرية في فنزويلا ومحاصرتها. وراجل بالشكل ده عنده افكار استعماريه بالشكل ده، وعنده افكار بتنم عن عقليه ربحيه. مش هيلاقي منطقه افضل من منطقه الخليج انه يسيطر عليها ويطلع منها كل الثروات اللي هو عايزها، ويسيطر على العالم كله من خلال النفط الغزير اللي موجود في الخليج. دونالد ترامب اللي كذا مرة يتكلم عن ثروات الخليج والنفط اللي في الخليج، واتكلم كتير قبل ما يكون رئيس لأمريكا وبعد ما أصبح رئيس لأمريكا عن الثروات الخليج والنفط الخليجي اللي من حق أمريكا واللي لازم يدفعوا من خلاله مبالغ طائلة لأمريكا. دونالد ترامب اللي راح الخليج